السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير، وربنا يا رب يحقق لكم كل اللي انتوا بتتمنوه. معلش بقى انا بعتذر عن الاضاءة والتصوير، لان انا طبعا في الغرفة في الفندق والدنيا ليل، وما كنتش عاملة حسابي ان انا اصور خالص اصلا في الفترة دي. بس عايزة اقول لكم حاجة، ان انا لما يعني اخدت معلومات وحبيت انزلها على القناة لقيت فيه تفاعل حلو جدا، بالرغم ان انا بقالي ياما قوي ما كنتش بنزل فيديوهات. ولما نزلت الفيديوهات دي بغرض ان انا افيدكم واوصل لكم معلومه انا استفدتها وبعملها ويعني اخد عليها اجر، لقيت فيه تفاعل حلو جدا، وان انتوا استفدتوا وشجعتوني ان انا اكمل واعمل فيديوهات اكتر وافيدكم اكتر، حتى لو بمعلومه صغيره هتستفادوا منها. النهارده بقى رحت عالم التوفير اللي هو فرع مكه، هو موجود منه فروع كتير في السعوديه، بس انا اللي اقرب عليا يعني فرع مكه. قلت بقى ايه، جبت شويه مشتريات وحبيت اوريكم انا اشتريت ايه، وتوقعوا السعر الحاجه اللي انا هوريها لكم دي كلها اشتريتها بكام، عشان انتوا هتتفاجئوا زي ما انا اتفاجئت. طبعا ما تحسبوهاش بالعمله بتاعتنا، احسبوها بعمله السعوديه. انا ده عشان انا اول حاجه فتحتها وقعدت اكل منه دي تسالي مقرمشات مشكله بقى، جبنه ربع كده ايه بالجبنه على بالطماطم على بالايه بالفلفل. وعايزه اقول لكم كمان هم كانوا ازيد من كده بس احنا اكلنا منهم. نيجي بقى للكيسه اللي بعد كده، دي كبد فراخ، كبده فراخ بلدي عادي، تمام، نص كيلو على فكره. هنا بقى جبنه فراخ، ده كيلو، معظمها وراك يعني دبابيس بالنص التاني من الورك، كيلو. توقعوا معايا السعر، يعني توقعوا الحاجه اللي انا هوريها لكم هتبقى بكام. جبنه ناجت كيلو برضو، تمام، اهو. يعني الناس اللي جايه تقعد هنا فتره هتروح عالم التوفير هتجيب حاجات كتير قوي، وهقول لكم السعر بالنهايه بكام. جبت طماطم، هنا هناك بتروحي بقى ايه بتنقي الطماطم وبعدين على الكاشير بيوزنها وبيسعرها. يعني انا مش عارفه بقى جبت قد ايه، يعني كيلو الا حاجات بسيطه كده، بس حبه حلوين يعني. وجبت فلفل، تمام، وجبت بصل برضو مقارب على الكيلو، تمام. وجبت عيش، لان هنا مش بتروحي مثلا فرن تجيبي عيش زي عندنا في مصر، لا انت بتشتري العيش من السوبر ماركت. جبت كيس عيش، بس العيش بقى عندهم في طبعا كبير وفي صغير وكده يعني، تمام. في كذا واحد 2 3 4 5 6 بس كبير يعني، شايفين كده الكاميرا كلها، هو متني كمان. توقعوا بكام بقى، اكتبوها بالمصري كده وبعد كده تتفاجئوا اقول لكم بكام. جبت بقى بيض، تمام، جبت نص كرتونه 15 بيضه، بس للاسف وانا ماشيه بيهم كسر مني بيضه، لان انا كنت راكبه وقعت مني الكيسه، شايفين 15 بيضه. جبت ايه تاني، جبت عجوه او هو يعني ايه تمر، مش هحط ايدي على السعر بقى عشان ما تعرفوش، دي كيلو، تمام، تمر شبه العجوه كده. جبت 2 اهم، 2، تمام. التمر ده حلو جدا جدا جدا، لما تيجوا جيبوا منه. جبت ايه تاني، لسه ما خلصتش، لقيت عرض على النودلز ديت، هي مش اندومي، وشبه الاندومي كده بالدجاج الحار، 6 مع بعض، جبتها. جبت العلبة دي حوالي هي 600 جرام يعني كده ايه، حلويات بجوز الهند، معمولة بجوز الهند ومحشية من جوه عجوة،
تمام. شايفين كميه كبيره، اعذروني عشان الاضاءه بقى. جبت كاجو، جبت ربع كاجو. تمام. جبت ايه كمان؟ جبت علبة بسكوت علشان واحنا رايحين الحرم بنحط بسكوت في الشنطة او تشربيه مع الشاي او كده. علبة كاملة. جبت علبة تونة اللي هي العلبة الكبيرة، اللي هي القطع مش المفتتة. وجبت فول، احنا المصريين بقى وحشنا الفول، بيبيعوا فول هنا وبيبيعوا سندوتشات فول بس مش زي بقى ما انتي تظبطيه في البيت يعني. جبت فول كده، مش هوريكوا السعر برضو. تمام. لو هتعوزوا الاسعار بالظبط هعمل لكم فيديو في الفرع نفسه، في عالم التوفير نفسه، بس انا عايزه اقول لكم التوتال يعني. جبت بقى الحاجات اللي جايه بقى دي حاجات هاخدها معايا يعني، ممكن اطلعها هدايا كمان. ادي 1 2 3 دي ازاز برفان، 4 انا بوريكم كلهم عشان ما تقولوش ان انا بضحك عليكم. 5 6 انا هحط جنبي 7 برفانات حلوة جدا. 8 ماشي كده، ايه 8 ازاز برفان. وجبت كانوا بقى نشيلهم وقعوا. جبت بنطلون كمان، بنطلون خروج ماشي من عالم التوفير برضو. تخيلوا بقى كل الحاجة اللي انا جبتها دي انتوا لو في مصر كده هتقولوا 2000 جنيه 2000 وشوية. وهوريكم الفواتير كمان. الحاجة دي كلها ب160 ريال. هو طبعا في قسم جوه اللي هو اللي بتجيبي منه الفراخ والخضار والمجمدات بتحاسبي عليه لوحده، ولما بتدفعي بتحاسبي على بقية الفواتير. مش عارفة الفاتورة التانية راحت فين، هدور لكم عليها يعني. المهم يعني اول فاتورة اهي، عايزة اوريكم الضريبة بكله 64 ريال وكسور و95 هللة. يعني ايه؟ يعني 65 ريال. شايفين اهي هنا. تمام. والفاتورة التانية، طب لحظة واحدة هجيب الفاتورة التانية واوريها لكم. هي دي بقى الفاتورة التانية اهي 93 و20 هللة. يا رب تكون واضحة. تمام. كل الحاجة اللي انتوا شايفينها دي يعني انا جبت فراخ وكبدة وجبت تونة وجبت نودلز ومقرمشات ومكسرات كاجو وفول وبيض وحلويات وعلبة بسكوت وهدوم و8 ازاز برفيوم. البرفيوم دوت اقل حاجة عندنا ب200 و300 جنيه. كل ده ب160 ريال. متخيلين؟ يعني انتوا لو عايشين هنا 160 ريال تجيبي بيهم اكل متهيألي لو انتوا نفرين 4-5 ايام قدام. العيشه هنا حلوه جدا ما شاء الله يعني. ربنا يزيدهم ويجعل البلد دي دايما كده فيها خير. حبيت انقل لكم فيديو مشترياتي، وعايزه اقول لكم ان في حاجات ممكن تجيبوها من هنا عادي لو انتوا قاعدين فتره طويله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عايزين بقى كل حاجه بسعرها الفيديو جاي، لان الفيديو مش عايزاه يبقى طويل. هصور لكم في الماركت نفسه في عالم التوفير نفسه. بس كده، هو ده الفيديو كان سريع كده بسيط خفيف. اتمنى يعجبكم، واسفه على الاضاءه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.